السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة محمد كريم. في فنان مصري من النوبة اسمه أمير صلاح الدين. الفنان ده بدايته كانت مع الفنان الكبير أحمد حلمي. كان طالع في دور سواق، دور صغير جدا. الدور دوت أهله إلى إن هو يشتغل في فيلم اسمه نوارة. الفيلم ده كان بطولة الفنانة منة شلبي. أمير صلاح الدين وهو كان بيسوق موتوسيكل في الفيلم عمل حادثة. الحادثة ديت بعد ما عملها الكرو بتاع العمل حبوا يطمنوا عليه، فخد بعضه وراح يعمل شوية أشعة على دماغه، يعني في المخ يعني. فالدكاترة اكتشفوا إن أمير عنده ورم في المخ، والورم دوت لو طبيعيا المفروض إن الفنان ده أو أمير يكون متوفي وهو عنده 5 سنين. أيوة، يكون متوفي وهو عنده 5 سنين. آه الدكاترة اتعجبوا جدا واستغربوا جدا، بيقولوا له ازاي يا ابني انت عايش؟ ازاي انت قاعد لغاية دلوقتي؟ انت علميا ميت وانت عندك 5 سنين، انت ازاي عايش؟ قال لهم والله دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى، وأنا يعني الحمد لله ربنا أراد إن أنا يطول في عمري، وهو دلوقتي عنده 45 سنة، وإن أنا أعيش. المهم عمنا أمير، الدكاترة راحوا قالوا له بص احنا هنعمل لك عملية. كل سنتي هو الورم آه، تقريبا 2 ملي ونص، 2 سنتي ونص. قالوا له هناخد على كل ملي 15,000 دولار. طبعا هو ما كانش مع المبلغ ده وقتها. فالمهم بقى يروح لكذا دكتور لحد ما وصل لدكتور اسمه طارق الفقي. الدكتور دوت استغرب جدا. ولما أمير قال له إن الدكاترة اللي راح لهم في البداية طلبوا منه 15,000 دولار، قال له بص يا ابني، انت ربنا سبحانه وتعالى اراد ان انت تعيش. يعني انت المفروض طبيعيا كل الكلام اللي اتقال ده فعلا صحيح. انت علميا المفروض تموت وانت عندك 5 سنين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كتب لك عمر واراد انك تعيش. انا الموضوع دوت هبعته لأستاذي دكتور فرنسي في فرنسا، وهبعت له الحالة بتاعتك دي. بالفعل بعت له الحالة وبعتها له على الواتس، ورد عليه في نفس الوقت قال له لا، الحالة دي لا يمكن السكوت عليها، أنا جاي لك القاهرة. بالفعل الدكتور الفرنسي نزل القاهرة وقال له موضوعك ده بالنسبة لي أنا يعني حالة نادرة جدا، ولم تحدث في العالم سوى في حالتك دي. أنا يا عم هعمل لك العملية دي مجانا. بالفعل الدكتور الفرنسي عمل له العملية مجانا، وأمير صلاح عاش. يعني هو عايش الحمد لله من هو يعني من هو عنده 5 سنين، ولكن هو بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى أطال في عمره ولحد ما بقى عنده 45 سنة. وشوف يعني جمال ربنا سبحانه وتعالى لما يكون حنين على عبده. يعني سخر له ناس. يعني شوف الدكتور الفرنسي دوت جابه من فرنسا لحد القاهرة عشان يعمل له عملية. على فكرة يا جماعة، أهالي النوبة دول ناس طيبين جدا. الفنان أمير صلاح الدين دي قصته يعني رسالة من المولى عز وجل لعباده، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
يعني ربنا جميل، وربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده. يعني مفيش كلام، الواحد مش لاقي كلام يقوله، ولكن هي قصة غريبة وعجيبة، وهي رسالة من رب العالمين للعباد. ان انا يعني بايدي ملكوت كل شيء، اذا اردت شيئا ان يقول له كن فيكون. دايما وابدا انتظرونا هنا في قناتكم، قناة محمد كريم، مش في مكان تاني. هتلاقونا دايما بنجيب لكم بفضل الله عز وجل الأخبار الفنية وأخبار الفنانين وكل الترندات الفنية الخاصة بالفن، هتلاقوها هنا مش في مكان تاني. أشوفكم دايما على خير وصحة وسلامة وستر، وسلام عليكم.